إحنا منتخبنا في أسوأ الحالات. منتخب يخرج من كأس أفريقيا على إيد الكونغو الديمقراطية، والخروج الأول منذ اسمه ده بعد بطولة 2019 لما خرجنا نفسا من نفس الدور على إيد جنوب أفريقيا، الآن بركلات الترجيح والخروج على إيد الكونغو. المباراة ابتدت في حراسة المرمى محمد أبو جبل، على اليمين محمد هاني، قلبين دفاع عبد المنعم واحمد حجازي واحمد فتوح باك شمال، في نص الملعب النني ومروان عطيه وحمدي فتحي، وفي الامام زيزو وتريزيجيه ومصطفى محمد. المباراه ابتدت وابتدوا هم في الدقيقه 38 فريق كونغو وحطوا فينا جون، ثم احنا بضربه جزاء تعادلنا. فضلنا بقى طول الماتش عمالين نشحت الكوره، مش عارفين نروح بالكوره عند الجون خالص. عندهم الكوره بنشحتها عشان نروح عندهم، مش عارفين نروح عندهم خالص. مفيش حتى الكورة مش عارفين نلعبها. منتخبنا ماله انا مش عارف. احنا ايه اللي بيحصل في منتخبنا؟ وروي فيتوريا لا يصلح لتدريب منتخب مصر. مفيش فكر، مفيش كورة، ولا دفاعيا ولا هجوميا ولا في نص الملعب، ولا اكنه حاطط خطة. الكورة مش عارفين نلعبها يا جدعان، حرام. الكورة بتاعتنا بتاعت منتخب. كنا زعلانين من كوبر كان بيلعب كرة دفاعية، كان بيروح بهجمة نحطها جون وندافع، بس كان ليه اسمه، ليه شكل دفاعي. لكن ده ولا ليه خطة دفاعية ولا هجومية. وقعدنا نخبط بعد كوبر واحد اتنين وتلاتة، مفيش، لغاية لما جالنا مدرب اسمه كارلوس كيروش، لو تفتكروه. كارلوس كيروش مدرب بدأ يعمل لك من اللاشيء شيء. من منتخب مفهوش أي حد غير محمد صلاح، بدأ يكون لك فريق ومنتخب كويس. ما عجبناش المنتخب، ما عجبناش الفريق. وصل لك نهائي أفريقيا ما كانش داخل فيه غير جونين، جم من نيجيريا بأول مباراة، وجم في دور الأربعة من المغرب. يعني أنت واصل للنهائي وداخل فيك جونين. أنت في البطولة دي داخل فيك 7 وجايب 7 أجوان. أنت في البطولة دي سيء، أداءك سيء. في البطولة دي لازم كنا نركز، ده كانت أسهل بطولة بالنسبة لنا. احنا ما ركزناش في البطولة ليه يا جدعان؟ حرام عليكم اللي بتعملوه في الناس امبارح كانت منتظرة أي ردة فعل، أي فرحة، أي هدف يفرح الجمهور. انتوا مش عايزين تفرحوا الجمهور ليه؟ حرام عليكم يا جدعان. ركزوا كده في المباراة، وما بتركزوش ليه؟ انتوا ليه مصرين تنرفزوا الناس عليكم؟ انتوا ليه يعني عايزين الناس تنرفز عليكم؟ والله انا زعلان على واحد اسمه مصطفى محمد، ارجل لاعب في منتخب مصر، فضح كل اللي حواليه. والله ارجل لاعب في منتخب مصر، ومش هنتكلم كتير لانه ارجل لاعب في منتخبنا. وكروش زعلنا منه لما وصلنا نهائي وخرجنا ركلات جزاء. واول ما رحنا مع السنغال وكنا مباراة الفيصل لكأس العالم، خرجنا ضربات جزاء مع الراجل وزعلنا منه وقلنا يمشي. طب ما ده بقى مفروض يمشي، ما وصلناش حتى لدور التمانية، مش هقول لك بقى النهائي. ما وصلناش حتى لدور التمانية يا جدعان، حرام. المنتخب لازم يفوق معانا، عشان اللي بيحصل ده غلط. واتحاد الكورة حتى في قرار محمد صلاح ما سمعناش صوت اتحاد الكورة. فين اتحاد الكورة بعد ما حتى الهزيمة ولا أي حاجة؟ 4 تعادلات في البطولة، حرام عليكم. اطلعوا اتكلموا، اعملوا أي حاجة. ضيعتوا يعني هم رجالة وروح رجالة وروح مرموش ومصطفى وتريزيجيه وإمام. الناس دي تعبت معاكم، مش هينفع. بقينا من اللي قاعد في القهوة يقول لك ده بقى خلاص، بقى أبو جبل بقى في الأهلي، مش عارف مين في الأهلي. احنا ليه بقينا بنشجع الفن ما بقيناش بنشجع منتخبنا؟ فين روح منتخبنا؟ وفين فين اللعيبة؟ احنا كده نبطلها بقى. هم على رأي إبراهيم فايق، كابتن إبراهيم فايق، احنا نبطلها ونروح نبيع فول وطعمية مع الناس. مش هينفع اللي بيحصل ده. ما هو أداء سيء، من أسوأ لسيء، من أسوأ لسيء، من أسوأ لسيء. مبنتقدمش. من 2016 احنا قاعدين حاطين ايدينا على قلبنا، كل ماتش خايفين نخسر. ايه ده؟ احنا منتخب مصر. اللي بيحصل ده غلط والله. لما تبقى منتخب مصر وكل ماتش داخل خايف انك تخسر،
ايه يا عم 2006 و2008 و2010 انت كنت داخل هم اللي خايفين منك، كنت بتخش تاكلهم. يعني مفيش اصلا روح من عندنا. والله الجيل الذهبي ده احسن جيل، حرام انه ما راحش كاس عالم. كانوا صدعونا، كانوا ريحونا من الصداع بتوع اللعيبه دي. احنا رحنا كاس عالم، انا عملت ايه بكاس العالم؟ ما خرجت من المجموعات بولا فوز، 3 خسائر برضه. كنا حصلت المجموعه، خسرنا من السعوديه وروسيا واوروجواي، عايزين ايه تاني؟ ما تخلوش بقى واحد ينفعل عليكم. مفيش خالص روح ولا اداء ولا رجوله. جبنا الجون ونمنا. هنلعب زي الرجاله شويه. مش عارف ايه القرف ده. لو تلعبوا زي الرجاله، واحد كرة على الكرة، ولو يلعب مصطفى فتحي والله لعيب محترم يا جدعان، لعيب بيلعب كرة عالمية، بس ما بيلعبوش. لما انا هجزيده خلاص موته، الراجل لعب 90 دقيقة قتله وقال له انزل يا مصطفى. بعد ايه؟ بعد ما موت اللعيب خلاص. كنت منتظر ايه تاني؟ كنت منتظر اللعيب يشطبه يقعد على الارض عشان تبدله، وجاي تبدل في الدقيقة 80؟ حرام عليك يا عم. المدرب التاني عمال يبدل في الدقيقة 60 وانت جاي بعد ما اللعيبة ماتت جاي تبدل. ولبسنا طرد في اول الشوط الاضافي. ما انت مفيش خالص فكر ولا دماغ. اللعيب جاي يشتري خبطه. ما نلعب يا عم لعبنا. محمود حماده ده مش عارف مين محمود حماده اللي جابوه لنا ده. يعني بالكرة بيسهل عند الجول يخلصها ويفرح الناس، راح ضيعها. هنعمل ايه يعني ونركز مع مين؟ احنا هنلعب لعبنا. مش فاهم يعني انتوا اللي بتعملوه ده غلط كله. لازم نركز كده لازم نركز في بطولتنا. احنا ايه؟ مش كل بطولة نطلع منها بدري يعني. لازم نركز في البطولة كده يبقى الأداء كويس. احنا مش كل بطولة نطلع منها بدري. حرام اللي بيحصل. احنا منتخب مصر، احنا منتخب. كنا بنخش البطولة بنكسب أي منتخب. كانوا بيخشوا هما اللي يعملوا لنا اللي احنا هنكسبه. كانوا بيخافوا مننا. دلوقتي احنا بنخاف من أقل المنتخبات في أفريقيا، وما بنلعبش أصلا ماتشات ودية قوية. يعني عندك الفرق اللي احنا بنلعبها دي، يعني السنغال والفرق دي بتلعب، بتجيب البرازيل تلعبها، اسبانيا اسمه ايه ده، بتجيب البرتغال، بتجيب فرق مصنفة بره، بلجيكا تلعبها، فرنسا تلعبوها. لكن احنا بنجيب لا مؤاخذة في الكلمة تنزانيا، ليبيا، ليبيريا. بنجيب فرق مش موجودة أصلا في التصنيف العالمي ونلعبها. طب ما نجيب فرق كبيرة ونلعبها، ونجرب اللعيبة بتاعتنا ونخليها تعمل احتكاكات يعني. ولا احنا لازم نجيب الفرق الصغيرة ونقول لك احنا بنكسب وبنعمل إحصائيات؟ ما انت مش هتحسب نفس النقط اللي انت بتاخدها من فرق كبيرة لفرق صغيرة. ولا فوز في توقف دولي اهو، ما خدتش اي حاجه. هتليك هتنزل دلوقتي، والله لا تنزل سادس وسابع كمان في التصنيف. يعني مش كنا خامس افريقيا؟ هننزل تحت. وهتقول مؤمن قال هننزل تحت خالص. هننزل تصنيف اخير وراهنكم. هنعدي الخامس. هنشوف بقى هنعمل ايه بقى في تصفيات كاس العالم. هيخرجنا كمان ولا هيودينا فين بقى؟ ورا الشمس المره دي بقى. ما هو لا نروح كاس العالم لا اما ورا الشمس. فانتوا اختاروا، هو ورا الشمس لا اما كاس العالم. نتمنى بقى الافضل للمنتخب في الايام القادمه كده، ونشوف حلول يعني. بعد اداء سيء في البطوله عايزين نشوف بقى حلول جديده، لعيبه جديده. في لعيبه تستحق كانت تلعب، وفي لعيبه تستحق ما تلمسش الكوره في المنتخب ولا تلبس التيشيرت في المنتخب، عشان نبقى حقانيين. في لعيب زي ياسر ابراهيم ده كان يستحق يتواجد على الاقل 10 دقايق في البطوله. على اقل حاجه كان يستحق يتواجد 10 دقايق في البطوله. من احسن اللعيبه مع النادي الاهلي، كان يستحق يتواجد في البطوله. كان يستحق يعني معانا كده في البطوله. لكن الاداء بتاع روي فيتوريا وماشي بدماغه، وماشي طول ما هو ماشي بدماغه ما بياخدش اراء اللي حواليه، هنخسر. ولكن اقول الافضل ان شاء الله لمنتخبنا قريب. المدرب يمشي، هنكسب، نلعب ادائنا ونلعب كورتنا على الارض. الشعب المصري بيحب يتفرج على كورة، ما بيحبش الهرجلة والبرجلة. بيحب يتفرج على كورة على الأرض، حتى لو كورة دفاعية بس تكون كورة بتلعبها. بتخش كورة هجومية بتخلصها، ونريح دماغنا ونقول إن إحنا عملنا حاجة. لكن إحنا ما عملناش حاجة في البطولة. أنت زي ما دخلت زي ما خرجت، 7 فيك و7 عليك.
وخلاص. ونتمنى بقى الأفضل للمنتخب في الوقت القادم. ونتمنى ما تنساش حضرتك تشترك في القناة وتفعل الجرس واللايك والكومنت الإيجابي يساعدنا لتقديم الأفضل. ولو مشترك اعمل اشتراك في اليوتيوب واعمل متابعة على الفيسبوك، هتلاقي أخبارنا وأحداث كتير على قناتكم المفضلة قناة مساء كورة. وشكرا لكم على حسن استماعكم، وإلى اللقاء في حلقات أخرى.